السلام عليكم. حرفيا وبدون مبالغة هو ده اللي حصل. انا عشان بنزل اجيب الخضار مرة كل اسبوع، فانا جيت على اخر الاسبوع كنت شطب. انا عايزة اقول لكم الخضار اللي خلص ده انا جايباه من اسبوع، وحتى ما نزلت لكمش الفيديو. الخضار بتاع الاسبوع اللي عدى بتاع السوبر ماركت، مشتريات السوبر ماركت اللي انتوا شفتوه. طبعا انا استخدمت الخضار ده خلص، وعايزه خضار بقى. الدنيا فضيت عندي لان انا مش بجيب يوم بيوم، لا، خضار اسبوعي بيفرق ويوفر معايا في كتير قوي، في الطلوع وفي النزول وفي الميزانيه وكل حاجه. جينا بالليل لما شطبت خالص، راح جوزي جايب 2 كيلو طماطم و2 كيلو بطاطس. تمام والله العظيم وبدون مبالغه، الكيسين دول ب50 جنيه. 2 كيلو طماطم و2 كيلو بطاطس. البطاطس الكيلو ب15، والطماطم الكيلو ب10. مع العلم قال لي ده دول كده اللي هم ايه سعرهم يمشي حلو. قال لي ده في طماطم في السوق ب12 وفي ب15. اي نعم الطماطم ماشي حالها على قدها، والبطاطس نوعا ما، بس الكيسين دول ب50 جنيه. 2 كيلو طماطم و2 كيلو بطاطس. ما انا بقى لما عايزه اجيب بقى خضار للبيت كله بقى، الواحد بيجيب خضار وبقى طماطم بطاطس بصل خيار ليمون فلفل، هعمل ايه؟ هجيب لي قرض؟ بس على مين؟ انا بقى شغلت دماغي بدون مبالغه. ب150 جنيه جبت فراخ، تمام، جبت خضار، وجبت كمان بقوليات، وجبت اكل. بال150 جنيه دي يقضيني غدا 4 ايام لاسره متوسطه. طبعا في الغلا اللي احنا فيه ده مش فطار وغدا وعشاء، طبعا خلينا واقعيين. تمام، رغم ان في ناس هتهاجم، بس احسبوها معايا بالورقه والقلم. جبت اكل ل4 ايام، وجبه الغدا الاسره متوسطه ب150 جنيه. ويلا بينا نشوف مع بعض عملنا ايه وظبطناها ازاي. قلت بدل ما انزل اجيب ب200 300 جنيه خضار وبعدين احتار اعمل اكل ايه، فانا حسبتها، عملت جدول صغير كده، 4 ايام اكل غدا، وبناء عليه هو ده اللي انا هجيبه، مش هجيب ازيد ولا اقل. جبت ايه؟ جبت كيلو بتنجان كوبي ب5، جبت كيلو بصل ب25، جبت ملوخية ب5 جنيه، 2 كيلو الطماطم طبعا ب20 جنيه، وجبت كمان كيلو اجنحة ب45 جنيه. تمام، دول كده 2 كيلو طماطم اللي هو ايه كانوا معانا يعني، بس هو توتال الحساب كله 150 160 بالكتير. وده بقى فلفل كوبي، بس كان لونه محمر شوية فعجبني، قلت 2 في 1، كأنه فلفل كوبي وكأنه فلفل الوان. فده الربع بتاعه ب5 جنيه. تمام، كيلو الفلفل طبعا ب20 جنيه، انا جبت ربع ب5 جنيه، و2 كيلو طماطم ب20، الكيلو ب10. تمام، والجناحة قلنا ب45، و5 جنيه كده الملوخية، و25 البصل. زي ما انتم شايفين كده. جبت الرز ده من الجمعيه يا جماعه، في اي جمعيه بتاعه شوتس وغيره بيبيعوا كيلو السكر ليك 2 كيلو ب27.5، والرز ب23.5 ليكي بس 2 كيلو. جبت كيلو رز ب23.5، جبت نص كيلو مكرونه سايبه ب10 جنيه، جبت ربع عدس لسان عصفور، ربع كيلو لسان عصفور ب5 جنيه. يا بس هقف للبياع واقول له ب5 جنيه؟ يعني بالله عليكم واخده 50 جنيه، دي كده متدلعه في الغدا. تمام، هتعمل بيها ايه؟ ما هي لو جابت كيلو رز لوحده اهو ب25 جنيه، ال25 التانية هتكمل بيها باقي الطبخه. انا مش بقول له على فكره اديني من غير فلوس، بفلوسي، بس انا هشتري ربع كيلو. الظروف اللي الناس فيها حاجه صعبه، ده انا عايزه لي بقى 300 جنيه عشان اغطي الغدا. ربنا يرحم احوالنا جميعا. تمام، هنعمل فيه ايه؟ هجيبه واغسله واظبطه واوضبه، وهعمل بيه هسلقه. وبعد ما اسلقه يا جماعه هعمل فيه ايه؟ هاخد الشوربه هخليها لتاني يوم، طبعا هيتغسل ويتنضف ويتروق. هاخد الشوربه بتاعته واخليها لتاني يوم. بس بعد ما بسلقه واظبطه واقسم من 1 على 2 كده، هعمله كنتاكي، شويه دقيق عليها شويه بهارات وشويه ميه، ولا هقول لك بيض ولا حليب، وهحمره في الزيت. وهعمل جنبه ايه؟ هعمل جنبه مكرونه بالصلصه، وهيبقى مكرونه بالصلصه مع كنتاكي، ممكن شويه سلطه شويه توميه، اي حاجه تمشي بيها نفسك، شويه مخلل بيتي. تاني يوم بقى بالشوربه بتاعته هعمل الملوخيه، تمام، وهعمل جنبها لسان عصفور، وهعمل جنبها رز. يبقى انا عملت كده وجبه كامله متكامله. يعني جبت كيلو جناحه ب45، سلقته، عملته كنتاكي ومع مكرونه، تمام، ده نص كيلو ب10 جنيه. عملت جنبه ايه؟ كنتاكي ومكرونه. الشوربه بقى بتاعته تاني يوم هطبخ عليها كيلو الرز، وهعمل شوربه لسان عصفور وملوخيه. كده اكل ايه؟ اكل يومين. اليوم التالت بقى العدس، ربع كيلو عدس بقى، بجيب بقى عدس، هما دول اهو ازيد من ربع كيلو. بصوا دول 294 جرام، داخلين على 300 جرام. بكام يا بنات؟ ب13 جنيه ونص. تمام يا ستي، هاتي ربع كيلو
وحتى لو 13 ونص 3 جنيه ولا 4 جنيه فرقها في الغلا ده مش حاجه، بس هتظبطي الدنيا حلوه معاكي. العدس هعمله في يوم، تمام. تالت يوم كده. اليوم الرابع هعمل مسقعه. ادي عندي كيلو بتنجان ب5 جنيه، وعندي الفلفل ده. الفلفل ده طبعا حلو جدا في ايه بقى؟ ان انا هاخد منه قرنين. انا اتعمدت اجيبه لونه كده عشان انا عندي هريسه شطه اللي احنا ايه بنعملها من السنه للسنه. يعني انا بجيب ب 20 25 جنيه الفلفل الاحمر الحراق واعمل له هريسه واشيله في الفريزر، بيفرق معايا قوي. هجيب بقى من هريسه الشطه على الفلفل ده واعمل دقه، تمام. طبعا انا عندي خزينه توم ده سنوي، وشويه توابل وخل وليمون، ليمونتين. ده بقى البتنجان اللي قلت لكم فاضل عندي، وده حتى لو جبت الكيلو مثلا ب 8 جنيه حتى هتلاقوه مشبرهم. ده بقى هغسله واظبطه واعمله بتنجان مخلل واحطه في علبه. امشيه بقى جنب ايه؟ امشيه جنب العدس، جنب الملوخيه. طبعا المسقعه مش محتاجه جنبها بتنجان مخلل، هي اكله فظيعه مع نفسها، سواء عملتيها بصوص الطماطم او سواء عملتيها بالوصفه اللي احنا عاملينها من اول امبارح. خطيره خطيره خطيره. انا اولادي ما كانش يحبوا المسقعه تماما، بقى يعشقوها بسبب الوصفه بتاعه اول امبارح دي. فشويه البتنجان دول حوالي نص كيلو يا ستي. هتجيبي مثلا الكيلو ب10، هتجيبي نص ب5. هينفعوكي جنب ايه؟ ممكن جنب الجناحه، ممكن جنب اللهم صل على سيدنا محمد، جنب العدس. حلوين جدا وعمليين. يبقى انا عملت اكل 4 ايام. ربع كيلو عدس ب10 جنيه ادي عملته في يوم. جبت كيلو بتنجان، وهاخد من هنا فلفل وحدتين فلفل الهريسه عشان احشي بيه البتنجان. كده اكل يومين. والجناحه سلقناها يوم. وظفنا الشوربه بتاعتها ملوخيه لسان عصفور رز، مش لازم لحوم، بس اهو عملنا اكل لو عيله وناس كبيره عايزه تاكل اكل. الرز ولسان العصفور والملوخيه مش حاجه وحشه. ويوم تاني فراخ مقرمشه بقى بالاجنحه مع مكرونه محمره. وخلينا نتفق، طبعا احنا اسره متوسطه، الليله دي حلوه جدا وعادله جدا. اكل 4 ايام هتكون الكميه حلوه. يعني انا يوم هنا كيلو رز ما شاء الله، وشوربه لسان عصفور صغيره وملوخيه، اظن وجبه مشبعه جدا. المكرونه مع الاجنحه جنبها يا ستي شويه توميه، برضو وجبه مشبعه. العدس اصفر او بجبه مع شويه بتنجان مخلل، وجبه مشبعه. ده كيلو بحاله بتنجان مسقعه ان هو يخلص في اليوم، دي برده حاجه حلوه قوي. البصل طبعا الكيلو انا جبت كيلو واحد بس ب25 جنيه، وهيقضيني ويظبط الدنيا. يعني انا كل اللي هحتاجه ايه؟ مثلا واحده بصل في الشوربه، تمام. واحده بصل هعمل واحده بصل كبيره مثلا في الشوربه، واحده هعمل بيها المكرونه، واحده هرميها في العدس، وهكذا. الطماطم طبعا ال2 كيلو ايوه طبعا هيخلصوا حلوين، لان انا هعمل مكرونه بالصلصه وهعمل صينيه مسقعه، فلا هيخلصوا مستريح مع وحدتين طماطم ارميهم في العدس وانا بظبطه، وواحده فلفل برده من هنا على العدس. فالدنيا هتبقى حلوه ومرضيه جدا جدا. وجبات 4 وجبات لاسره متوسطه، جبنا فيهم خضار زي ما قلت: البتنجان 5، الفلفل 5، البصل 25، الملوخيه 5، الطماطم 2 كيلو ب20، تمام. جبنا فيها خضار، جبنا فيها اجنحه كيلو ب45 جنيه اهو، تتغسل وتتوضى وتبقى زي الفل، مش وحشه، فضل ونعمه، محدش لاقيها دلوقتي، تمام. وجبنا كمان بقوليات زي كيلو رز، ده كان عامل 23 ونص، تمام. وادي 10 مكرونه، لو هنحسبها واحده واحده عشان ما تتلخبطوش مني. 45 اجنحه و5 ملوخيه، كده 50. وهنا بصوا 20 طماطم و25 بصل، كده 45 و5 فلفل، كده 50. 25 بصل و20 طماطم، 45 و5 فلفل، ربع كيلو، كده 50. والاجنحه 45 و5 ملوخيه، كده 100 على بعض، كده 100 على بعض. يبقى بتنجان ب5 100، والبتنجان ب5 105، و5 لسان عصفور، كده 110 و10 جنيه مكرونه نص كيلو، كده 120. وهنقول العدس ب10، يبقى كده كام؟ كده 130. وهنقول الرز ب25، يبقى 155 جنيه، تمام يا ستي. حتى لو 170 فرق الاسعار. عملنا اكل 4 ايام لاسره متوسطه ما يختلفش عليه 2. وزائد دول من عندي شويه البتنجان دول زي ما انتم شايفين كده، هعملهم ايه؟ ممكن تزودي كمان على الليله دي 5 جنيه، نص كيلو بتنجان من ده، والهريسه عندنا، والفلفل اهو اللي هستخدمه من البيت يا جماعه. شويه زيت وشويه توابل، الماده الدهنيه، زائد البتنجان ده هستخدم له ايه؟ فص توم، والتوم ده خزين بيبقى معانا فترات، يعني مش بجيبه كل مره، وعصير ليمونتين وشويه خل، وشويه التوابل اللي هستخدمهم في الاكل.
بجد مستنيه رايكم وبامانه في الكومنتات، وايه رايكم في التقسيمه دي، حتى لو في فرق اسعار 10 15 جنيه عادي، بس هتعمل لي اكله الاسره متوسطه. انا شايفه ان الموضوع حلو جدا، في حين ان 2 كيلو طماطم على قدهم مع 2 كيلو بطاطس عاملين 50 جنيه. احنا بالثلاث اضعاف، يعني 150 او 160 او 170. ده احنا جبنا رز ومكرونه وجبنا عدس ولسان عصفور وملوخيه وخضار. زي ما شفتوا دي فكرة النهاردة، بتمنى تكون عجبت حضراتكم. مستنية رأيكم تحت في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما قلنا دي ميزانية ل4 ايام غدا، ملهاش دعوة بالفطار ولا العشاء. بدل ما تنزلي تجيبي 300 400 جنيه خضار في الخضار الغالي ده وبعدين تقولي انا هعمل غدا ايه، طبقي الفكرة دي هتبقى عملية جدا جدا بالنسبة لك. لايك وشير واشوفكم على خير، مع السلامة.